لو انت علاقتك بزوجك مش كويسة خالص والعلاقة تكاد تكون بتنهار، او لو العكس، لو انت علاقتك بزوجتك برضو مش كويسة والعلاقة تكاد تكون بتنهار، اسألوا نفسكم سؤال واحد بس: هل الشخص ده يستحق ان انا اسيبه واهد حياتنا عشانه ولا لا؟ احاول اكتب في ورقة وقلم مميزاته وعيوبه واحاول ابصها بنظرة عقلانية. هل العيوب اللي فيه دي عيوب فعلا قهرية تستحق ان انا اهد الحياة دي كلها علشانه، ولا هو فعلا فيه مميزات وحاجات حلوة يستحق ان انا احاول علشانه؟ طيب، علشان تعرف الحاجات الكويسة اللي عنده دي هتبص على قائمة المميزات بتاعته اللي انت كتبتها، وهتدي نفسك مساحة اسبوعين هتبدأ تطبق حاجات انا هقولها لك في الفيديو ده تساعدك تفهم ان فعلا الشخص ده لو فيه مميزات تبدأ تشوفها، ولو خلاص الحياة مش هنقدر نكمل فأكون فعلا خدت القرار باتجاه عقلاني مش باتجاه عاطفي نتيجة انفعالات أو نتيجة مواقف احنا مرينا بيها. أول حاجة هنمشي على حاجة اسمها سجل إيجابيات الآخر، إن احنا كل يوم قبل ما ننام هنكتب موقف إيجابي الشخص ده عمله النهاردة عشاني. يعني مثلا لو هي زوجتك انت حاسس ان هي مش احسن حاجة وخلاص انت بتقرر الانفصال، اديها مساحة ان انت كل يوم تكتب اخر اليوم حاجة ايجابية هي عملتها علشانك. زي مثلا ايه؟ زي ان هي مثلا صحيت بدري النهاردة حضرت لي الفطار قبل انا ما امشي. طب لو هو زوجك مثلا النهاردة اخر شغله علشان يجي معايا عند الدكتور او علشان يعمل لي حاجة، تركز على حاجة إيجابية في اليوم الشخص ده عملها علشانك. هتستمر على الموضوع ده حوالي أسبوعين 3 أسابيع، وصدقني هتبدأ تشوف في الشخص أو الطرف التاني، هتبدأ تشوف في حاجات أنت كنت غافل عنها تماما، كانت حاجات بتعدي عليك مرور الكرام، أنت بقيت مركز معاها جدا. دي أول حاجة اسمها سجل إيجابيات الآخر. ببساطة كل يوم قبل ما ننام هنكتب موقف إيجابي الشخص ده عمله علشاننا النهاردة. تاني حاجة، انا حابب جدا فكرة ان انتوا تعملوا جروب واتساب بينكم انتوا الاتنين بس، سواء انت الزوجة او الزوج، جروب واتساب بينكم انتوا الاتنين وتقولوا فيه كأنها مذكرات. والله مثلا انا النهاردة انا مبسوطة ان زوجي النهاردة راح معايا عند الدكتور، او انا مبسوط ان المدام عملت لي الفطار النهاردة او عملت لي العشاء او كلمتني في نص الشغل عشان تطمن عليا. فالجروب ده ما تتكلموش فيه في حياته خالص، احنا هنكتب الرسائل بحيث ان كل واحد فينا يشوفها ويشوفها في صمت. ده هيفرق جدا برضو في علاقتكم. ودي كانت ببساطة نصائح عن الإرشاد الزواجي. احنا بنقدم جلسات إرشاد زواجي وأسري، فلو أي حد حابب يسألنا على أي استشارة أو ياخد معنا جلسات يقدر يتواصل معنا على رسائل الصفحة.